بيقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا يعني أنا عايز أقول إن في ظاهرة حدثت في هذه الأيام غريبة، ظاهرة غريبة حدثت من نوعها في هذه الفترة من الزمان، إن ابتدى ناس يؤموا المصلين في المساجد وبعدين يدعو ربنا سبحانه وتعالى بدعاء طويل، بدعاء غريب، بكلام كثير. ناس تفضل واقفة ساعة، ساعة ونص قاعدة تقول أمين أمين، ونقعد نعيط ونصوت ونهلل ونعمل والكلام ده كله. هذا ليس من أداب الدعاء. ربنا بيقول في القرآن، شوف الآية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تضرع لازم يكون في إخلاص في الدعاء، لازم يكون في تضرع في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لازم يكون الكلام ده خفية، يعني تكون أنت مستتر، تكون أنت بهدى ربنا بينك وبين نفسك، بتكون أنت بتقول الكلام اللي أنت عاوزه، بتكون أنت بتقول الكلام اللي أنت محتاجه. لكن احنا بنقول لو احنا هنصلي في المسجد، لو أنا مثلا إمام مسجد وبصلي بالناس، أدعو، ما أقولش ما أدعيش، أدعو، ولكن يكون الدعاء مقتصر على عدة كلمات قالها النبي عليه الصلاة والسلام تجمع بها خيرات الدنيا والآخرة. إنسان ما يقعدش يطول في الدعاء، يقعد ساعة أو ساعة، لا، يعني أنا شايف إن 10 دقايق كويسين قوي، أو 7-8 دقايق كويسين قوي. إن في دعاء يشمل خيرات الدنيا والآخرة. كلام النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ده دعاء شمل فيه كل حاجة، بتقول لربنا كل حاجة. أنا عايز لو أنت بتكتب هعيد تاني وهديك فرصة أنك تكتب ورايا وتحفظ الدعاء ده لأنه مهم جدا، والدعاء ده شمل خيري الدنيا والآخرة. عايزك تدعي ربنا بيه في كل وقت، عايزك في كل لما تخرج كل يوم الصبح كده تقول يا رب اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. في كل وقت أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى، وأنت جاي تنام تدعي ربنا سبحانه وتعالى، وأنت صاحي من النوم تدعي ربنا سبحانه وتعالى، وأنت في العمل تدعي ربنا سبحانه وتعالى. بس أنت تحفظ بعض هذه الأدعية المهمة جدا اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. هنقول الدعاء ده من أهمهم. هنقول كده: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دايما ندعي بهذا الدعاء ونحافظ عليه، وإحنا كده يبقى قلنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا حديث من أحاديث الرسول وتعبدنا بهذا الكلام، وفي نفس الوقت سألنا الله سبحانه وتعالى ودعوناه سبحانه وتعالى عشاء السرير.